أعزائي المشاهدين، أمام حضراتكم دلوقتي ضربة الجزاء لنادي الأولمبي هيلعبها محمود جاكسون. والحقيقة كان المكلف بتسديد ضربات الجزاء حسن سوسته، لكن جاكسون كان راجع ولعب الكرة خارج المرمى. كان في التوقيت ده الأولمبي فايز 1-0. ارتدت الكرة مباشرة، هجمة على الأولمبي ليحصل مطروح على ضربة جزاء. سجل منها مطروح هدف التعادل. في التوقيت ده المباراة شهدت أزمة باعتبار إن الأولمبي كان فايز وكان ليه ضربة جزاء وضاعت، فارتدت الكرة بضربة جزاء لنادي مطروح. وزي ما بقول لحضراتكم استطاع نادي مطروح أن يسجل ضربة الجزاء. سجلها أحمد السيد محسن. وطبعا المباراة شهدت بعض التوتر بعد هذا الهدف اللي هنشوفه أمام حضراتكم دلوقتي، على اعتبار أن الأولمبي كان يهمه جدا أنه يفوز بهذه المباراة عشان يواصل انتصاراته ويواصل ملاحقته لكفر الشيخ. وبالتالي يعني الهدف اللي بيلعب عليه الصعود لدورة الترقي ثم الصعود للدوري الممتاز. اعتقد ده الهدف اللي بيسعى ليه نادي الاولمبي وبيسعى لجماهيره ومجلس ادارته، واعتقد هم بيسيروا بخطى ثابته في الفتره الحاليه. طبعا ده لاعبي مطروح بعد تسجيلهم هذا الهدف. طبعا اللاعب اللي سجل الهدف حصل على انذار نتيجه خلع الفانيلا، وطبعا هو يعني كان لاعب في الاولمبي السنه اللي فاتت، عشان كده يعني كان اخده طبعا يعني حته الفرحه الانذار اهو شفناه امام حضراتكم. لكن انقذ الحال بو اللاعب الافريقي اللي بيسجل هدف من اجمل اهداف الاسبوع العاشر للدوري الممتاز لكره القدم ممتاز ب. طبعا بو سعيد جدا. كان هذا الهدف يعني بمثابة طوق النجاة للجهاز وللاعبين وللجماهير، جماهير الأولمبي. عشان كده كانوا سعداء جدا بهذا الفوز. وزي ما بقول لحضراتكم مهم جدا ان الأولمبي يواصل انتصاراته. ده بوجي مع بو بيتلقوا التهنئة. وطبعا حسن سوسته وجاكسون وكل لاعبي النادي الأولمبي اللي تنفسوا الصعداء بعد تسجيلهم هذا الهدف. الأولمبي الحقيقة لم يقتصر على تسجيل هذا الهدف، إنما استطاع حسن سوسته أن يغزو غزوة من غزواته القوية والجميلة. وطبعا مع ترقيصة مع مراوغة، هو وجاكسون استغلوا ناحية اليمين. الحقيقة حسن سوسته بيعدي وبيلعبها لبوجي بالعرض سهلة جدا. بوجي بيعمل الفنت كده ويستخدم المراوغة ويسجل الهدف الثالث للنادي الأولمبي ليفوز النادي الأولمبي على مطروح ب3-1. وزي ما بقول لحضراتكم كان مهم جدا انه يحصل على نتيجة هذه المباراة لمواصلة انتصاراته. بقول لحضراتكم ان يعني بوجي طبعا احمد سعيد بوجي كابتن النادي الاولمبي وبيتلقى التهنئه من زملائه وبيتلقى التهنئه طبعا لكن طبعا دي كانت أعزائي المشاهدين مجموعة من بعض أهداف الدوري الممتاز به لكرة القدم في أسبوعه العاشر. زي ما بقول لحضراتكم كفر الشيخ بيتصدر هذه المجموعة، يليه الأولمبي الفرق 4 نقاط، لكن الأولمبي ليه مباراتين مؤجلتين مع الحمام وأبو قير الأسمدة. بقول لحضراتكم ان يوم الخميس القادم باذن الله تستأنف مباريات الاسبوع ال11 للدوري الممتاز به لكره القدم. الاولمبي هيلعب مع مياه البحيره في مياه البحيره، وابو قير الاسمده هيلاعب دمنهور في ابو قير للاسمده.